السلام الله عليكم، جمعة مباركة. حياكم الله بياكم. غفر الله الذنب وستر الله العيب وأصلح الله البلاد والعباد، قولوا آمين. قبل كل شيء أتشرف بكم على متابعتي على السناب الخاص بي لليوميات، السناب وغير مواقع التواصل الاجتماعي كلها. ثانيا، إلى حكم الصنعاء أما وقد انقشعت القمة وكشف الله الظلمة ورفع الله بالرجال الهمة ووضعت الحرب أوزارها وبدأ الغزاويين بالعودة إلى ديارهم والحمد لله، وانسحبت قوة الاحتلال. الآن وقت الداخل اليمني. هذه رسالة حكومة في صنعاء. خلاص اهدوا وصلوا على رسول الله، ما في داعي. احنا عملنا في القافنا تمر وسكتنا ما حد جاب نقسم بداية العدوان على غزة، ولا انتم بتسندون بتعملوا قلنا تمام، ما نجي نحاكى ولا نتكلم ولا شيء، عشان لا يقولوا انت بتعيش احنا في مرحلة كذا واحنا في مرحلة كذا وتساعد الصهاينة واحنا في عدوان على غزة. قلنا تمام، بيض الله وجه من ساعد غزة حتى بتمره. انا وقفت الحرب، هذا وصلوا على رسول الآن والتفتوا للداخل اليمني، لأنه مش منطقي على الإطلاق أنك قادر يعني تساعد جارك وفي دارك الدنيا مطحونة طحن. مش منطقي على الإطلاق أنك تحاول ترفع القمة والمشاكل والمصايب على جارك وبلدك مليانة مصايب أو دارك مليانة مصايب. مش منطقي. يمن تعيش سيانة وسكتة وسمعتي. مش منطقي على الإطلاق أن أنت تساعد جارك يعني بالمال أو بالقضاء وأبناء يعني دارك ميتين جوع. اليمنيين في وضع لا يحسد عليه. يمن لحظة لو سمعت أنا بسجل فيديو، اسمع يا بابا. تمام، مش منطقي على الإطلاق. مش منطقي لا في شرع ولا في دين ولا في قبيلة ولا في عرف ولا في سلف ولا في قانون أنك مثلا تأكل غيرك وعيالك ميتين جوع، تأمن غيرك وعيالك ميتين جوع. الآن التفتوا للداخل اليمني، اصلحوا الطرقات، اعطوا الناس مزيد من خلوا الناس بردوا قلوبهم يتحاكوا يتكلموا، اخرجوا السجون مليانه، الرواتب، الاوضاع سيئه ومسيئه ومتدهوره الى ابعد حد. خلاص ما عاد داعي ندور نفسنا مشاكل. وقفت الحرب على غزه، خلاص اوقفوا وصلوا على رسول الله. ما عاد داعي ندور لنا مشاكل، ما بيش داعي. مش منطقي على الاطلاق انك تحاول تفك الحصار على غزه واليمن محاصره، ما بيش معنا مطارات، الطائرات كلها مفجرة. مش منطقي انك حاول تساعد غزة وبلدنا منهارة وبدروات وبدنا. عملنا نادي على غزة، عملنا اكثر ما عملوا فلسطين انفسهم بالضفة، وانت عالم هذا الشيء. في الوقت الذي انتم بتقصفوا جالسين يحتفلوا يعني ويرقصوا الدبكة يعني داخل الضفة الغربية، بيض الله وجه الدنيا مواقف. عملتوا ذي عليكم واكثر. خلاص الان هذا وصلوا على رسول الله والتفتوا للداخل اليمني. الان وضعنا شمعت، الوضع في صنعاء شمعت، في الحديدة، في تعز، في إب، الفقر منتشر بكل مكان، التعليم بكل مكان، الناس في حالة يرثى لها، الأمراض بكل مكان، الشحاتم بكل جولة في كل رصيف، وأي واحد يقول غير هذا الكلام كذاب بجزمتي وكذاب أبوه. خلاص وضعت الحرب أوزارها في غزة، هذا وصلوا على رسول الله والتفتوا للداخل اليمني. ما على كل يوم ثلاثين كنتوا بتلاقوا لكم ايش؟ الإسناد. طوفان واحد، طوفان اثنين، مسيرة الأقصى، مسيرة غير، اهدوا وصلوا على رسول الله. أنا ما أقول لك شيء، أنا ماني صهيوني ولا أنا ما تقول لي أنت منافق أنت عميل، لا. مش منطقي أن أنا أحاول أساعد أبناء غزة وأفك الحصار عليهم بينما موانئي كلها محاصرة ومطاراتي كلها محاصرة. ومش منطقي أن أنا أحاول أجمع تبرع لغزة والشعب اليمني 99 تحت خط الفقر. مش منطقي أن أنا أحاول أساعدهم وأمنهم من الخوف بينما أبناء الشعبي ميت جوع وميت من الخوف. الآن هذا وصلوا على رسول الله والتفتوا للتنمية، إصلاح الطرقات، للرواتب، لتأمين الشعب. مش إنه خلاص وقفت الحرب جالس لك تطلق لك صواريخ. الدبر عقع فوقنا احنا، والمشاكل على فعلنا احنا، وما عينها الاقتصاد احنا، وما عاد دمر لنا مطاراتنا ومؤسساتنا موانئنا وما يحاصر للشعب. اما المسؤولين امورهم سابره مصلى على رسول الله، كل واحد معاه في البدرومة حقه ما ياكل سنه وجهله، والسيارات المصفحه والفلل المحصنه. المسكين ده يدفع يعني الثمن. فنرجوكم غايه الرجاء. الان الحرب وضعت اوزارها، التفتوا للداخل اليمني. مش منطقي ان الحرب وقفت في غزه وانت ما زلت يعني تطلق صواريخ ولا تطلق مسيرات
هذا العائد كله المأساوي يرجع على الشعب اليمني. إذا الناس كانوا يتحملوا منطقة ايش؟ مساندة غزة. الآن وقفت الحرب. خلاص وقفت الحرب الآن. ما عاد أي مبرر. ما عاد أي مبرر. لا للمظاهرات ولا للمسيرات ولا للصواريخ. الآن وقت التنمية. ابنوا ما دمرت الحرب في هذه الفترة كلها. ابنوا ما يعني ابنوا اقتصاد ما دمرها العدوان الصهيوني وغيره من بداية العدوان على غزة. والله احنا بداية الكريم. غزة يعني قضية العالم كله بأجمع، مش قضيتنا بس، قضية الشرفاء في العالم كلها. أنهم يساعدوا ابن غزة، أنهم يحاولوا كيف يعني يساردوهم، كيف يطعموهم، كيف يأمنوهم، كيف يعني يداووا جروحهم. عملنا اللي قدرنا عليه. ونسأل الله أن يكمل الأجر، لكن الآن ما عادش مبرر. أكثر من هذا اعتبر أنكم تريدوا بس إلهاء الشعب وتدخلوا الشعب في صراع بعد صراع. أكثر من هذا، الأمانة أدي لك على البلاطة. أعجبك الخبر ماشي يقول يا أخي أنت من عندك، أنت صهيوني كالعادة. مش منطقي الآن الحرب واقفة في غزة والجماعة بيفاوضوا وحماس بنفسها ملتزمة بوقف إطلاق النار وما بيطلقوا حتى رصاصة ولا صاروخ ولا قذيفة ولا شيء. وأنت ثاني يوم صاروخ ولا مسيرة. أجل عنتريات، معنا صواريخ كثير وين نطلقن، معنا طائرة مسيرة كثيرة وين نجربن. أبو هالبوقة من دور الجني ركضه، من دور المشاكل وقعد براسه. الشعب مطحون طحن عن بكرة أبيه. ما بيش بيت يمني إلا وداخل البطن جاوعة ولا نفس مريضة ولا يتيم ولا أرملة ولا مكسر ولا معق. ما بالشارع من شوارع صنعاء إلا وفيها الشحاتة وفيها فوق الرصيف المرأة والولد المطلب عند باب كل جولة. هؤلاء بالنسبة لي أهم من غيرهم. خلاص عملتوا ذي عليكم، الآن اتجهوا صلحوا داخل يمني. ما عاد فيناش ندفع فاتورة أكثر ما دفعناها، إلا إذا ما أنتم عارف ما أنتوش قادرين تعيشوا إلا بحرب. هذا مشكلتكم. مش نوقف حق غزة وندورنا كيف نتحارب احنا وغيرنا. مش توقف الحرب في غزة وإحنا ندور كيف نقصف لها إيلات ولا غيرها. قل وإن عدتم عدنا. قال الله سبحانه وتعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليها بمثل ما اعتدى عليكم. هم وقفوا أنتم وقفوا. صلاة على رسول الله. هذا حبيت أوصله. وجمعة مباركة وكل عام وأنتم بخير ومستر مجبورين. سلامي وتحياتي.